السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا إن شاء الله بإذن الله تكونوا جميعا بخير. أنا طبعا مش هطول على حضراتكم، ولكن أنا بس طالع أتكلم في حاجة مهمة جدا، في موضوع التوفير اللي احنا بننزله يوميا. موضوع ست الكل وست هاني ست الهوانم والكلام الجميل اللي احنا بننزله ده. يا جماعة أنا عايز أقوله، اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن احنا طبعا بنشجع على الإنتاج، والإنتاج هو الحل. تمام؟ ست الكل لما تخزن في الفريزر بتاعها بأي شكل من الأشكال أي سلعة أي منتج أي حاجة بتخزنه في الفريزر بتاعها، ده كده هي بتنتج. فاحنا عندنا مصانع اصلا طبيعيه جوه البيوت، ستات البيوت ست الكل اللي بتدبق يومها وتوفر يومها. ثلاثة بالله العلي العظيم دي تستاهل تتحط على الدماغ عندنا. ليه بقى؟ عشان الناس دي وستات البيوت دي ولاد اصول، بحافظوا على الفلوس بتاعت البيت، وبيخزنوا وبيشيلوا السلعة لمدة تانية. دي حاجة تانية دي يا جماعة، دي الثقافة اللي احنا عايزين نمشي عليها اصلا. يا جماعة النهاردة لما ست الكل توفر شيء لقيمة مستقبلية، تحطها وتدخرها وتطلعها في وقت اصلا مش موجود فيها السلعة دي، هي بتعمل اصلا كده حفظ لقيمة الشيء دوت. يعني في ناس كتيرة جدا متخيلة اصلا في علم الاقتصاد ان حفظ قيمة يعني الفلوس او النقود مرتبطة جدا 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 بالذهب. وطبعا الله يسامحني ان انا طبعا من الناس اللي اشاعت حاجات كتيرة جدا في القصة دي، لكن في التعمق داخل هذا العلم على فكرة بص تلاقي ان اصلا ان كل شيء انت بتدخره بترتفع قيمته في مرحلة مستقبلية أو في فترة زمنية لاحقة، هو حفظ للقيمة، هو حفظ للقيمة. النهاردة البقدونس لو اتخزن، ربطة البقدونس لو اتخزنت، ما انت حضرتك هتيجي في وقتها مش هتلاقي ربطة البقدونس، فلما تيجي تنزلي تشتريها هتلاقيها سعرها مرتفع. فانت محتفظة مش هنا مش بالقيمة المادية بس، ده انت محتفظة بالقيمة المادية والمعنوية. فاحنا لما نيجي نتكلم يا جماعة على حتة التوفير دي، خلي بالكم يا جماعه ان احنا هنا مش بنتكلم عشان خاطب فئه معينه ست الكل ولا ست الهوانم والكلام ده خالص. ده احنا عايزين البيوت تتحول تدريجيا من بيوت مستهلكه لبيوت منتجه، يتحول الفكر من فكر استهلاكي لفكر انتاجي، وهو ده الفكر الاقتصادي اللي احنا بنسعى اليه في حملاتنا على طول. فانا لما اجي اتكلم على هذا الاتجاه، اتمنى من خالته ام بطه وخالته ام محمود وخالته ام فوزيه تاخد بالها كويس جدا ان كل جنيه بتدخره للاحتياج المستقبلي هو شيء مهم جدا جدا جدا. فكرة الحصالة سريعا جدا جدا، احنا قلنا ان احنا هنمشيها تصاعدية، 10 كل يومين، 15 بعد منها بيومين تبقى 20، نرجع تاني لل10 15 20، والجزء الزيادة من حضرتك من اخر الاسبوع اللي هو يوم الجمعة حضرتك بيطلعيه صدقه جاريه كده، ليه يعني دي تبقى حاجه كده صدقه لحضرتك، فدي تبقى حاجه كويسه جدا. فاحنا النهارده يا فندم لما بنيجي بنشجع على السلوك الانتاجي دي حاجه عظمه جدا. فكره الحصاله، الناس اللي كانت بتقول اصلا الحصاله قيمه الفلوس بتاعتها بتقل، والفزلكه بقى انتوا عارفين ايه الفزلكه، يقول لك ايه واحنا هنحط 10 جنيه عشان خاطر نحطها في حصاله، عشان خاطر ان نيجي كمان 30 يوم هنطلع 300 جنيه هندخل بيهم جمعيه يا دكتور احمد مع 10 افراد هنطلعهم 3000 جنيه، واجي اقعد احط 10 جنيه. طب ما كده قيمه الفلوس بتقل. لا والله حضرتك، طب والله حضرتك انت لو ما حطيتيش ال 10 جنيه حضرتك في الحصاله، انت هتروح تشتري ب 10 جنيه دهب؟ كنت هتروح تشتري بال 10 جنيه عربيه سيادتك؟ ولا هي 10 جنيه كانت موجوده انت حضرتك بتدخريها وبتحطها في الحصاله والكلام ده هو بيسد معانا خيانه؟ فالحاجات دي يا جماعه نخلي بالنا منها. تحياتي للصعيد وتحياتي لوجه بحري وتحياتي لكل الناس، انا بحبكم جدا 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 يا جماعه. انا حبيت بس اطلع في الكلام ده سريعا. 10 جنيه كل يوم، 10 جنيه اليوم الاول، بعد منها بيومين نحط 15 10 10 15 10 10 25 10 10 صدقه جاريه، واخدين بالك كده واحنا ماشيين، حاجه جميله جدا وتبقى حاجه كويسه جدا جدا. سريعا بس ردا على الاسئله اللي كتير بتقول
مش ملاحقين ندخر حاجه يا دكتور، بحوش بعديها ما بلاقيش الحصاله العيال بتاخدهم. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده انت عندك لما انا لما تحوشي والعيال تيجي تاخدهم في وقت زنقه، وقت هم محتاجينهم فيه، ده في حد ذاته كويس. المشكله كلها ان انا يهمني ان ست الكل وكل اب وكل رب اسره ما يكونش قدام ولاده، ويعني ربنا يا رب ما ما يحوج حد لحد ابدا في هذا الزمن. بامانه يا جماعه انا ببقى مكسور جدا 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 لما الاقي اب مكسور قدام ولاده، وببقى مكسور جدا لما الاقي ام في وقت زنقه ومش لاقيه حاجه تدبق بيها قوت يومها. فيا جماعه بعد اذن حضراتكم، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا. احنا بنحافظ على الشلن، احنا كاقتصاديين الشلن ولا نستكبر على الشن. يا جماعه انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، الجماعه بتوع البورصه بيتخانقوا مع بعض على السنت. يعني يعني السنت بتحصل دمار شامل في العالم في يوم بسبب سنت بيحرك الدنيا كلها، وهو ده الاقتصاد. السنت ده طبعا مع كم تراكم من الفلوس وكان بيعمل ثروات كبيره جدا. فيا ريت يا جماعه النهارده كده ان شاء الله باذن الله تكونوا معانا، احنا يا جماعه على طول باذن الله. طبعا الناس بتقول انت مصيف ولا تخيل احنا اصلا في الوادي الجديد حضرتك، فالجو بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وانا بغيظكم يا جماعه مجتمع البطاريق دول ان شاء الله باذن الله هشن عليهم حمله لحد لما اخليهم يتجمدوا في الصفحه. ايات لحضراتكم، والله ربنا يبارك في حضراتكم ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب يكرم كل اسره بتتابعنا وكل بيت بيتابعنا، ويا رب ما يحوج ولا يكسر قلب اب ولا ام قدام ولادهم. وان شاء الله باذن الله تابعوا معانا لحظه بلحظه، احنا معاكم في التغطيه مستمره. كل الشكر والتقدير لفريق العمل معايا، استاذ راويه جمال، استاذه الباشمهندسه الباشمهندسه راويه جمال، الاستاذه اميره محمد. بصراحه عاملين تغطيه كويسه جدا جدا للاحداث والاخبار معانا. ان شاء الله باذن الله تابعونا، هتلاقوا فيه مفاجات ان شاء الله باذن الله، وهنساعد مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله في كبسولات اقتصاديه رمضانيه. وتابعونا ان شاء الله على مدار اليوم، النهارده ممكن تكون في تغطيه على طول مستمره، وكل يوم ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا ويدي لحضراتكم الامل والخير ان شاء الله باذن الله. والحمد لله ولله الحمد، وهذا فضل الله تعالى علينا وعليكم. واقول لكم اشوفكم على خير ان شاء الله. عايز البيوت تبقى تمام في رمضان معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.